أسعد الله صباحكم بكل خير. كيف الحال؟ كيف الشباب؟ كيف أموركم؟ طيبين؟ هناك موضوع كان يجب التنويه في ما دائما ما يتم السؤال عنه. آه، أمس سمعنا وعلم الجميع عن خبر وفاة الأخ عبد الرحيم القاسمي المتجه من فرنسا إلى بريطانيا عبورا عن طريق البحر، ومع الأسف رحمة الله تغشاه توفي. ودائما ما تتكرر هذا المأساة، ودائما ما يتكرر هذا المشهد من كل شهر أو شهرين، ما بين حالتين إلى 3 حالات، سواء من البحر أو من البر من تجاه بيلاروسيا. هي رسالة حول موضوع الهجرة الغير شرعية الغير آمنة. يا أخي العزيز، البلد الذي أنت فيه لن يكون إلا رحمة لك ومكان آمن أكثر مما أنك تتصور. أن الهروب أو النزوح أو الهجرة إلى أوروبا هي البلد الذي سيعطيك السعادة والمال والأنس والفرح وما إلى ذلك. أوروبا ليست إلا مكان قد تجد فيها الأمان. هذا باختصار إذا وجد الأمان في البلد الذي أنت فيه، وأنت المكان اللي أنت قاعد فيه وآمن على نفسك وأمورك يعني وأهلك، فذلك يعتبر كل شيء. غير هذا أنت في أوروبا لا تحلمش. أنت بتجي هنا بتشتغل بتفحر بتكد بتسوي كل ما أنت بتسوي في بلدك، بل أشد من ذلك. ما قد تشاهد أنت في حالة أو في صورة أو في فيديو مقطع من حالات صديقك أو من ستوريات بعض الأصدقاء من الفيديوهات، هي بس تعبير عن حالة عكسية لحالة اكتئاب قد تحصل عندهم، ويغيروا من هذا النفسية في أنه يضع صورتين معدلة بالفلاتر والحركات، والخبير يجي يكون يعني في وضع مهموم مكيف بعد دقات، يشوف الصورة هذه ويلا الفيديو ويدخل بعدين يبحث، وتتطور الفكرة والصورة من فكرة إلى هجرة إلى موت غير محسوب. بعض يفكر يقول لك أنت خلاص يا عزيزي الكريم في أوروبا وناسي وإحنا نموت ونتعذب في يوم 100 مرة. الفكرة مش بهذا الأمور، هو مش تحدي حتى أني أقول لك هكذا من أجل ما تدخل شيء، يا مرحبا، ولكن هي عظة وعبرة. يعني نحن عندما نقول الصورة هذه هي معناته أنه يعني حبا لغيرنا، وأنه ما قد يحصل لنا لا نريد أن يتكرر مع غيرنا. الفكرة ليست سهلة. الموضوع إذا عندك يا أخي العزيز خط آمن، إحنا ما نقول لك لا أهلا وسهلا بك، لكن لا تعرض نفسك للموت والخطر أبدا أبدا أبدا، مهما كانت التكلفة، مهما كانت التضحية. أوروبا لن تعطيك أكثر ما قد يعطيك المكان اللي أنت فيه مهما كان. فيجب أن يكون في هناك وعي ومعرفة حقيقية عن الخطوط الذي قد تمر بها. لا تصدق لأحد، لا حلم يعني حياة ولا سعادة ولا كلام فاضي. والله أن الشباب خصوصا المتواجدين هنا في هولندا، والأغلب منهم من قد هاجر خلال هذه الفترة الشهرين أو 6 أشهر الماضية، وما زالوا يفكروا بالهجرة في الصيف القادم. خذوا حذركم، ولا يمكن أن ينطبق ما قد ينطبق مع أحد من أصحابك أو غيرك قد ينطبق معك. هي صدفة وهي فرصة، وهذا يمشي وأنت قد ربما ما يحالفك شر الحظ، لكن عدم محالفتك الحظ في هذا المكان معناته الموت، ما فيش محاولة أخرى. فيعني كفى بالموت واعظا. الإنسان يحاول أن يصبر ويعني قدر ما يستطيع في الوقت اللي هو فيه أن يشغل نفسه بشيء آخر. هذه رسالة خاصة لأصحاب هولندا والأخوة اللي جايين من خارج الاتحاد الأوروبي. تحيتي وأشواقي للجميع، ووفق الله الجميع وحفظ الله أخواننا اليمني في كل مكان. دمتم بخير.